أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا شدد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على ثقته بلاعبيه وبالعلاقة الأسرية التي تسود المنتخب، وأشار قبل مواجهة زامبيا في ختام دور المجموعات إلى إمكانية إراحة بعض اللاعبين. نعم، أعتقد ذلك، ولذا ما كنت لأكون جالسا هنا. أنا لي ثقة كبيرة وفي الفريق وفي المجموعة، وأعتقد أن بطولة وجميع البطولات عادة ما ندفع للموسيقيين في الآخر، يعني ينبغي أن ننتظر أن نرى النتيجة. نحن متضامنون ونحن أسرة واحدة، ونعرف ما الذي نريد أن نقدمه للكرة المغربية، ونحن جاهزون لذلك. ونعرف أيضا أننا سنعاني، من لا يريدون المعاناة سيكون الأمر صعبا عليهم. بالنسبة للاعبين هناك تعب وهناك ضغوط كبيرة ونسق مرتفع. ينبغي أن نفكر في دور 16. هناك لاعبون نشعر ببعض التعب، ينبغي أن نفكر في إراحة بعض اللاعبين حتى يكونوا في أفضل استعداد لهم. هذا وجدد قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي دعمه للمدرب وليد الركراكي، مؤكدا أنه أفضل مدرب قد يمتلكه المنتخب للفوز باللقب، ومثمنا كذلك دوره في تطوير أداء المنتخب واللاعبين. هو يريد طبعا أن يفوز المغرب باللقب، وقمنا بشيء نفسه في كأس العالم في المركز الرابع. والمغرب هذا منتخب جديد، ولا يمكن أن ننسى أن علينا أن نظل متواضعين، وأن كوننا نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا سيكون الأمر أسهل. هذا غير صحيح. لذلك علينا، نحن في حاجة كبيرة إلى مشجعين وكذلك الإعلاميين. نود أن تظلوا مستمرين في دعم الفريق، ونحتاج رسائل إيجابية تساعد الفريق وتدعم ثقته بنفسه. ونحن بشر، وأحيانا نقول أننا لا نهتم بالانتقادات، لكن هذا غير صحيح. أحيانا هناك انتقادات تتوجه إلى المدرب، هو يقوم بعمل جيد وهو الذي غير المغرب، وهذا مغرب جديد بهذا المدرب. لدينا أفضل مدرب للفوز بهذا اللقب، غير عقلية اللاعبين المغاربة بما فيهم أنا، ودور إذن المسؤولية على اللاعبين. نحن نعرف ما الذي ينبغي أن نفعله. وأكد مدرب المنتخب الزامبي موزيس سيتشوني على صعوبة المواجهة أمام المغرب، مطالبا لاعبيه بإظهار كل طاقاتهم ومهاراتهم من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة. نعم، لعبنا ضد المغرب عدة مرات، ونعرف ما الذي يمكن أن نتوقعه من المنتخب المغربي، ونحن درسنا المباراة التي قمنا بها، والمهم أيضا المباريات التي لعبها المغرب في كأس أفريقيا. هناك لاعبون جدد وهذا هو الأهم، وكما قلت لن تكون الأمور سهلة. مواجهة المغرب هذه هي الرسالة التي نريد أن نوجهها للاعبين، يحتاجون إلى إظهار مهاراتهم وقدراتهم وعزيمتهم على تحقيق الفوز. إذا أردنا أن نفوز على المغرب، نحن نلعب في ملاعب جميلة مثل هذه، قد يمثل ذلك حافزا لجميع اللاعبين. أرحب الآن مشاهدينا بضيفي في الاستديو حسن سبايس الصحفي الرياضي. أهلا ومرحبا بك معنا حسن. نبدأ الحديث عن مباراة زامبيا والمغرب. كم عقد المنتخب المغربي مسألة التأهل وصدارة المجموعة بالتعادل أمام مالي؟ مساء الخير ناتالي، مساء الخير لجميع مشاهدي قنوات بي إن سبورت.
في الحقيقة المنتخب المغربي كان عليه أن يحسب التأهل إلى الدور 16 قبل مباراة الغد أمام زامبيا، إلا أنه وجد نفسه في هذا الموقف. الآن وقع ما وقع، وعلى المنتخب أن يواجه هذه المباراة بحساباتها. وقد تابعنا في المؤتمر الصحفي لوليد الركراكي اليوم قبل مباراة الغد استعداد الفريق وإدراك المجموعة لأهمية هذه المباراة، خصوصا وأننا يعني يجب أن نتصدر وأن يبقى الفريق أو يبقى المنتخب في مدينة الرباط في معقله، حتى يتفادى التنقل من إلى مدينة الدار البيضاء. فأعتقد أن المجموعة كما قال كذلك الكابتن أشرف حكيمي وأيضا وليد الركراكي، وكل المجموعة تدرك أهمية هذه المباراة، إلا أنها لن تكون مباراة سهلة، لأن المنتخب الزامبي كما نعلم يريد أيضا أن يؤكد أنه فريق قوي، أنه فريق يمكن أن ينافس على حظه حتى لو للمرور كأفضل ثالث. فأعتقد أن المباراة لن تكون سهلة في تفاصيلها، ستكون مباراة صعبة أكيد، ستكون فيها تفاصيل، إلا أننا أعتقد أن ردة فعل اللاعبين بعد ما سمي بخيبة الأمل من طرف الجماهير المغربية بعد التعادل أمام مالي، فأعتقد أن ردة فعل منتظرة قوية من اللاعبين ومن المدرب، واختيارات ربما قد تكون هناك فرصة لدخول لاعبين تعطيهم الفرصة من بين العناصر الجيدة المتواجدة على دكة البدلاء. أرحب في هذه الأثناء بلاعب مصر السابق أسامة عرابي، أهلا ومرحبا بك معنا. نتحدث الآن عن زامبيا والمغرب، كم زاد المنتخب المغربي على نفسه الضغوط وهو صاحب الأرض والجمهور بالتعادل أمام مالي برأيك؟ أهلا وسهلا بيكي ومشاهدي بين سبورت. المغرب طبعا فريق كبير ويمكن من المرشحين بقوة للبطولة، ويمكن المرشح الأول، عنده يمتلك نجوم كبار، رابع العالم ووسط جماهيرهم. أعتقد المباراة مش هتبقى سهلة زي شفنا المباريات السابقة للمغرب سواء مع جزر القمر أو مالي، مباراتين كانوا صعبين رغم تفوق الفريق المغربي في المباراة الأولى والتعادل في المباراة الثانية، لكن أعتقد أن المغرب هيقدر يحسم اللقاء لصالحه وهيتصدر المجموعة. يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير وخبرة كبيرة، فأعتقد أن المباراة هتبقى في صالح المنتخب المغربي يعني. طيب أسامة، في ظل الإمكانيات الكبيرة والأسماء الكبيرة التي يمتلكها المغرب، هل تعتقد بأن أي شيء سوى تحقيق اللقب سيعتبر فشل؟ يعني حلوله في المركز الثاني سيعتبر فشل؟ معلش تاني السؤال بس ما سمعتش كويس. كنت أتحدث أن في ظل الإمكانيات الكبيرة والعناصر الكبيرة والأسماء الكبيرة التي يمتلكها المنتخب المغربي، أي شيء سواء تحقيق اللقب هل سيعتبر فشل بالنسبة لهذا المنتخب؟ يعني حلوله في المركز الثاني سيعتبر فشل؟ طبعا المنتخب المغربي مطالب يكسب البطولة. شفنا الأداء الرائع اللي قدمه في كأس العالم، نجومه الكبار اللي حضرتك بتتكلمي عليهم نجوم ملء السمع والبصر، عامل الجمهور في صالحهم، وإن كان مسبب لهم بعض الضغوط لأن مطالبين على طول بالمكسب وبالبطولة في الآخر. فأنا أعتقد يعني المغرب لو ما خدش البطولة هتعتبر خسارة ليه في وسط هذا الجيل العملاق ووسط جماهيره العريضة اللي في كل مكان. فأنا أعتقد هم المرشح الأول للبطولة، ولكن كرة القدم ما بتعترفش فقط بالإمكانيات الفنية ولا الجماهير، طبعا عوامل كبيرة جدا، ولكن كمان بتحتاج جدا تركيز شديد قوي في كل المباريات، ثم عامل التوفيق، لأنه أحيانا ممكن تأدي بصورة جيدة جدا ومباراة وتخسريها. احنا شفنا باريس سان جيرمان مع تشيلسي في نهائي بطولة أوروبا، وكل الناس كانت متخيلة أن باريس سان يكسب وخسر خسارة كبيرة كمان قدام تشيلسي ب3 أهداف. فالمفاجآت واردة، ولكن المنتخب المغربي كل العوامل في صالحه أنه يبقى المرشح الأول للقب يعني. حسن، آخر بطولة هذه تعتبر قبل بدء انطلاق بطولة
كأس العالم، يعني في حال المنتخب المغربي لم يتوج باللقب، هل هناك خطر على وليد الركراكي مع المنتخب؟ أعتقد نتالي أن الوليد في وضع لا يحسد عليه حاليا، يعيش ضغط كما يعيشه جميع اللاعبين معه أو المجموعة ككل، وأيضا كجماهير، لأنه تنظيم البطولة في الدار في المغرب على أراضي المملكة هو يعني مطلب جماهيري كبير للفوز باللقب، وبالتالي هذا الضغط سيشكل عليه يعني ضغطا كبيرا، وبالتالي إذا لم يفوز لا قدر الله أنه لم يحقق اللقب، فأعتقد أن فرصته الأخيرة كانت هي هذه، وأعتقد أنه لا محالة لن يكون حاضرا في كأس العالم. يرجع ذلك طبعا للاتحاد المغربي هل هو سيبقي عليه أم لا، ولكن أعتقد أنه أعطيت لوليد فرصة في كأس افريقيا بالكوت ديفوار، واليوم تعطى فرصة ثانية. اعتقد اذا فرط فيها وخاصة في البيت سيكون هناك ضغطا جماهيريا كبيرا، سيكون الشارع المغربي يعني سينقلب عليه لا محالة، فاعتقد انه لن يكون الوضع سهلا بالنسبة له، واعتقد انه لن يكون حاضرا حسب يعني استقراء الآراء وايضا ردود الفعل المغربي، خاصة فقط من تعادل المغرب والمالي، فما بالك إذا خسر البطولة أو لم يمشي فيها بعيدا، فأعتقد أن فرصته لن تكون يعني كبيرة في حضور كأس العالم إذا ما فشل. أسامة، أعود للحديث معك، يعني اليوم شاهدنا أشرف حكيمي بجانب وليد الركراكي، دخول أشرف حكيمي وحتى الآن لم يحسم بأنه سيلعب أساسيا أمام زامبيا، في حال دخل أساسيا أمام زامبيا كم سيعطي دفعة معنوية وأيضا فنية لزملائه؟ أكيد طبعا أشرف حكيمي واحد من أفضل المدافعين في العالم، وظهير عصري، ومش بس في النواحي الدفاعية متميز، أيضا في النواحي الهجومية شفناه مع باريس سان جيرمان، مع المنتخب المغربي بيسجل أهداف، بيصنع أهداف، فهو ظهير عصري بكل معنى الكلمة. وإن كان مزراوي وحتى الشيبي لسه ما لعبش، لكن الاثنين كمان ظهراء أقوياء جدا، ولكن وجود طبعا أشرف حكيمي يمكن أفضل ظهير أيمن في العالم إضافة قوية طبعا للمنتخب المغربي، إضافة معنوية، دفعة لزملائه اللاعبين، فطبعا مشاركته أكيد فيها دوافع كبيرة للمنتخب المغربي وللركراكي وكل مجموعة اللاعبين زملائه يعني. حسن، يعني وكلنا نفسنا نشاهده كمان في البطولة يعني. صحيح. إذن حسن، المغرب أمام اختبار ثالث بعد الفوز أمام جزر القمر، التعادل أمام مالي الذي أوقف به المنتخب المغربي سلسلة الانتصارات، يعني 19 انتصار على التوالي. هل يمكن لهذا التعادل أن يؤثر سلبا على نفسية اللاعبين أم سيعطيهم يعني دفعة لتقديم الأفضل أمام زامبيا غدا؟ أعتقد أن التعادل رد على نفسه أولا، ثم إقناع الجماهير يعني وإعطاء إشارة قوية أنه سيواصل، أنه تعادل جاء في الوقت المناسب. إذا مشاهدينا يبحث لحظات مشاهدينا بشبكة مراسلين المنتشرة هناك في المغرب. أرحب بمهدي فودي من العاصمة الرباط، وبجابر العربي الذي ينضم إلينا من الدار البيضاء، وأيضا بعمر فهمي الذي ينضم إلينا من أكادير. أبدأ بك أنت مهدي فودي من العاصمة الرباط، كيف سارت تحضيرات أسود الأطلس قبل المواجهة الهامة أمام زامبيا، خصوصا بعد حالة الاستياء من التعادل الذي حدث في مواجهة المنتخب المالي في الجولة الثانية، وتأجل التأهل رسميا لأسود الأطلس للجولة الأخيرة؟ مساء الخير لك نبغ. المنتخب المغربي طوى صفحة التعادل أمام النسور المالية. هنالك من اعتبر التعادل بطعم الهزيمة، نتيجة مخيبة، ومن يرى النتيجة من زاويتها الإيجابية، خاصة سياق التعادل حتى التوقيت من أجل الاستفاقة في المباراة الثالثة أمام زامبيا. على كل حال المنتخب المغربي استعد لهذا اللقاء الذي يعتبر مصيري
مصيريا من أجل حسم صدارة المجموعة بالنسبة لأسود الأطلس. أجرى أسود الأطلس آخر مران لهم قبل ساعات هنالك في مركب محمد السادس لكرة القدم بمشاركة تقريبا جميع العناصر باستثناء الجناح إلياس بن صغير الذي لم يشارك في الحصة التدريبية. لم نشاهد إلياس بن صغير يتدرب مع المجموعة، وبالتالي منطقيا قد يغيب عن مباراة أمام زامبيا ربما نظرا للعياء. ووليد الركراكي ربما اشتكى من الظرف الوجيز بين مباراة مالي ومباراة زامبيا، قال بأن بعض اللاعبين يحسون بالعياء. ربما قد يغيب إلياس بن صغير، شأنه شأن غانم سيس الذي واصل تدريباته على انفراد. حمزة إيجامان سجل عودته مع التدريب الجماعية، قد ينال بعض الدقائق أمام زامبيا. لكن البشرى السارة بالنسبة للمنتخب المغربي تبقى عودة أشرف حكيمي رسميا إلى الميادين، كما أكد وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي اليوم الذي يسبق المباراة. أكد بأن أشرف حكيمي سيلعب أمام زامبيا، لا يعلم إن كان سيشارك كأساسي، لكن بشكل مؤكد أشرف حكيمي سيسجل عودته مع المنتخب المغربي وعودته إلى الميادين بعد إصابة قوية على مستوى الكاحل تعرض لها منذ 4 نوفمبر، وأضحى جاهزا للمشاركة. مباراة كما ذكرت تبقى مصيرية من أجل حسم صدارة المجموعة، لأن الصدارة تخول أسود الأطلس البقاء هنا في الرباط مواصلة المشوار. تحدث عن أدوار خروج المغلوب داخل أسوار ملعب الأمير مولاي عبد الله، وأمام خصم كذلك يلعب كل أوراقه في مباراة الغد. منتخب تشيبولو بولو تحصل على نقطتين من تعادلين، يملك جميع الحظوظ من أجل التأهل، سينافس على التأهل. أنهى بدوره تحضيراته بصفوف مكتملة بمشاركة جميع العناصر. المنتخب الزامبي سيسعى للإطاحة بالبلد المستضيف للبطولة، ربما خلق المفاجأة، لكن المنتخب المغربي ربما ضمن حسابيا بنسبة كبيرة تأهل الدورة الثانية، لكن سيناقش صدارة المجموعة لأن هذا جميع الحظوظ من أجل التأهل، سينافس على التأهل. أنهى بدوره تحضيراته بصفوف مكتملة بمشاركة جميع العناصر. المنتخب الزامبي سيسعى للإطاحة بالبلد المستضيف للبطولة، ربما خلق المفاجأة، لكن المنتخب المغربي ربما ضمن حسابيا بنسبة كبيرة تأهله إلى الدورة الثانية، لكن سيناقش صدارة المجموعة لأن هذا هو هدف المنتخب المغربي كما ذكر وليد الركراكي منذ بداية المسابقة، تصدر المجموعة ومواصلة المشوار هنا في الرباط، وكذلك تجاوز حسرة التعادل الذي اعتبره غالبية المتتبعين بالتعادل المخيب. مباراة مالي كانت بمثابة الاختبار الحقيقي بالنسبة لأسود الأطلس من أجل قياس مدى جاهزية هذا المنتخب في المضي قدما والذهاب إلى أبعد نقطة. ربما فرصة للتدارك، لتصحيح الأخطاء، لتصحيح كذلك الهفوات أمام منتخب زامبيا الذي بدوره سيدخل اللقاء بكل جرأة بحثا عن إحدى بطاقات التأهل عن هذه المجموعة الأولى. منك مباشرة نتحول مهدي إلى أكادير، هناك إلى عمرو فهمي. المواجهة المرتقبة بالنسبة للمنتخب المصري أمام أنغولا، تحدث قبل قليل عن أنه هناك ربما ستكون تغييرات في التشكيل الرسمي للكابتن حسام حسن أمام أنغولا، لكن السؤال لحسام حسن، هناك عدة حراس مميزين، محمد الشناوي وأحمد الشناوي وأيضا مصطفى شوبير، هذه الأسماء الكبيرة هل يمكن أن تخلف محمد الشناوي في تشكيلة منتخب مصر أمام منتخب أنغولا، خصوصا بعد الأداء الاستثنائي والرائع الذي قدمه محمد الشناوي في المواجهة الماضية أمام جنوب إفريقيا؟ مساء الخير نابغ. يعني بالفعل أنت أصبت كبد الحقيقة بعد العرض الذي قدمه محمد الشناوي أمام جنوب إفريقيا. من الصعب أن ينتزع منه الرقم 1 في المنتخب المصري في الفترة الحالية. لا ننسى أيضا أنه يستند إلى خبرة كبيرة سواء مع الأهلي العديد من الألقاب أو مع المنتخب المصري، ويدخل الكان الرابعة في مسيرته، وبالتالي أكد على هذا الإرث التاريخي من خلال تصدياته المبهرة في مباراة جنوب إفريقيا التي اختير رجلها من قبل الكاف، وبالتالي من الصعب جدا أن
يكون أو أن يتراجع الشناوي في ترتيب الحراس في داخل المنتخب المصري في الفترة المقبلة. لكن مباراة جنوب أفريقيا، مباراة أنغولا عفوا، قد تمثل فرصة لمن يريد حسام حسن أن يطمئن عليه كخيار ثان خلف محمد الشناوي. نتحدث تحديدا عن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، وكذلك عن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وإن كان شوبير هو الأقرب نظرا لأنه لعب خلال مباراة الرأس الأخضر الودية التي كانت في الإمارات، لعب ركلات الترجيح وتألق فيها بشكل ملحوظ، وبالتالي يبدو هو الأقرب كي يشارك في هذه المباراة كي يكون بديلا جاهزا لمحمد الشناوي إذا استدعى الأمر. الحارس الرابع محمد صبحي أيضا حارس مميز للغاية يعني، وهو يدخل الكان الثانية له. البعض ينسى أنه كان موجودا في كان الكاميرون وشارك في مباراة المغرب وقتها في ربع النهائي وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، وبالتالي هو أيضا حارس موهوب ومتمكن. يعني حسام حسن عبر في أكثر من مناسبة عن أنه محظوظ للغاية بامتلاك هذه المجموعة من اللاعبين، وليس مركز حراسة المرمى استثناء من هذا. البعض كان قلقا قبل البطولة، ولكن محمد الشناوي أثبت مرة أخرى أنه الرقم الصعب بسبب عرضه المميز خلال مباراة جنوب أفريقيا، والذي يؤمل أن يستمر خلال الدور الإقصائي حين يبدأ الفراعنة المرحلة الإقصائية في دور 16. سيستضيفون هنا في أكادير في 5 يناير أحد فرق أفضل الثوالث، يعني أحد الفرق الأربعة التي تحتل المركز الثالث. حتى الآن تتجه المؤشرات نحو بنين، ربما سيكون منتخبا آخر، سنعلم على كل حال. منك عمرو فهمي من أكادير التحول إلى الدار البيضاء إلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختتم المنتخب المغربي مساء اليوم تحضيراته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات كأس أفريقيا. مشاركة جميع العناصر الوطنية في الحصة التدريبية لليوم، فيما اكتفى العميد غانم سيس بخوض تدريبات انفرادية في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع لها. عرفت الحصة التدريبية الختامية حضور فوزي رقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي تابع عن قرب مجريات استعدادات الأسود. وكان الناخب الوطني وليد الركراكي قد أكد أن أشرف حكيمي سيكون حاضرا في مواجهة الغد، على أن يتم الحسم في مشاركته أساسيا أو كبديل خلال وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الرسمية التي ستخوض اللقاء. سبق للجماهير المغربية أن عبرت عن عدم رضاها عن أداء العام للمنتخب الوطني عقب التعادل أمام مالي بهدف لمثله، منتقدة بعد اختيارات وليد الركراكي وطريقة تدبيره للمباراة. سيكون الطاقم التقني ومعه العناصر الوطنية مطالبين بتصحيح المسار ومصالحة الجماهير انطلاقا من مواجهة زامبيا، خاصة في ظل الآمال المعقودة على التتويج باللقب القاري بالنظر إلى الظروف المثالية التي وفرتها المملكة المغربية لحضور المنافسة أو الاحتضان المنافسة. يواجه المنتخب المغربي نظيره الزامبي مساء غد الاثنين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الساعة 8 مساء ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أفريقيا، في مباراة يسعى من خلالها الأسود إلى تأكيد طموحاتهم ومواصلة المشوار بثبات. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.